عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كريسات بلجيين محشوين بالشوكولا اللي كيجيو خفافين بزاف وكيشهيو ورطبين ومنسمين بالزرارع. كنتمنى تبقوا معايا حتى الاخير ويعجبكم الفيديو، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو البيضة كاملة وبياض بيضة، والصفار غادي نخليوه للتزيين، ثم كنضيف عليهم كأس لاروب ديال السكر حبيبات، وكذلك كأس لاروب تاع الزيت نباتية، وواحد رشيشة ديال الملح، ثم ضفت واحد الساشي ديال الفانيلا، وكنخلطوا الكل حتى كينسجمونا العناصر، ومباشرة كنضيف عليهم 2 كؤوس كبار ديال الحليب اللي يكون بحرارة المطبخ. صافي كنخلط الكل مزيان. بالنسبه لهاد الكريسات راه كيجيو غزالين بزاف، غير تبقوا المقادير غادي نشرحوا معكم. وكيف كتلاحظوا راني ضفت واحد الملعقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه، وكذلك ملعقه كبيره ديال الزنجلان او السمسم. صافي وكنخلط الكل مزيان. وكيف لاحظتوا راني ضفت كذلك واحد الملعقه صغيره ديال خميره الخبز، ممكن تضيفوا ملعقه كبيره كيبقى على حسب الجو. ومباشره كنضيفوا الدقيق الابيض، طبعا يكون مغربل ويكون نوعيه جيده باش هكذا كينجحوا معنا الكريسات. كيف كتلاحظوا كنبقى نضيف الدقيق الابيض بالتدريج، انا كنبقى نضيف شويه بشويه وكنبقى نخلط. والدقيق كيبقى على حسب الخليط. المهم تبقاو تضيفوا شويه بشويه، ينكم ميزانكم حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي كتكون رطبه وكتلتصق باليدين، يعني كتبقاو تضيفوا غير شويه بشويه هكذا باش كتنجح معكم الكرس وكيجي رطب وخفيف، حيت الا قصحتوا العجين غادي يجيكم مدقص. صافي دابا كيف ما هو واضح في الصوره، من بعد ما ضفت الدقيق وخليتها تعجنات مزيان، كنضيف ملعقه كبيره ديال الزبده اللي تكون حتى هي بحراره المطبخ. صافي كنضيفها على العجين وكنخليها تخلط مزيان حتى كتدخل لينا ديك الزبده في العجينه. وكيف كتلاحظوا معايا العجين كيف خاصها تكون كتلتصق باليدين، يعني خفيفه كيف ما كتلاحظوا. صافي كندهنوها بالقليل ديال الزيت وكنغطيو عليها وكنخليوها تختمر لينا مزيان حتى كيضاعف لينا الحجم ديالها. وكيف كتلاحظوا عندي هنا صفار البيضه اللي خليتها على جنب، ضفت عليها القليل من الحليب وملعقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وكذلك ضفت عليها قطره ديال الخل. صافي وكنخلط الكل مزيان حتى كينسجم لينا هاد المكونات مع بعضياتهم، وكنخليوها على جنب. وكذلك كنزينو بالسمسم، ممكن تزينوا عندي هنا السمسم الابيض، ممكن تزينوا بالسمسم العادي. وكيف ما هو واضح العجين ديالي اختمرت، ضروري تخليوها تختمر مزيان. صافي مباشره كنبداو نشكلوا فيها على شكل كويرات. كيف ما هو واضح دهنت اليدين ديالي بشي قليل من الزيت، ومباشره كنبداو نشكلوا فيهم كويرات اللي كتبقى على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. الاحسن ما تكبروهمش بزاف حيت مازال غادي يختمروا معكم. صافي كيف ما كتلاحظوا كنبقى نشكلهم كويرات بشكل عشوائي، يعني كناخذ المقدار ديال كل كويره غير باليدين ديالي. وكيف كتلاحظوا العجين كلها منبله، يعني عجينه ناجحه 100%، يعني ما عليكم غير تخليو العجين خفيفه، يعني ما تقصحوهاش، وهكذا غادي يجيكم القرص خفيف وكيجي لذيذ ومنسم بالزرارع وكذلك رطب. صافي انا كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا حتى كنشكل العجين ديالي كامل على كويرات.
وكيف كتلاحظوا هنا خليت واحد الكميه ديال العجين، غادي نحشيها بالشوكولا اللي ممكن لكم تخليوها هكذا كاين ما تحشيوها حتى شي حاجه، وكذلك ممكن لكم تحشيوها بالمربى لكم الاختيار. وكيف ما هو واضح كنهز واحد الكويره وكنحشيها بالقليل من الشوكولا السوداء صافي، كنغلق عليها على هذا الشكل هذا. كيف ما كتعرفوا الوليدات الصغار ضروري كيبغيو الشوكولا في اي حاجه، وممكن لكم كذلك تعملوا المربى لكم الاختيار او لا تخليهم غير هكذاك، يعني تعملوهم كيف ما بغيتوا. صافي انا كنستمر بنفس الشيء حتى كنسالي لهاد الكويرات اللي تبقات لي هنا، كنحشيهم كاملين بالشوكولا. ثم ملي كنسالي جميع الكميه ديال الكويرات مباشره كنضغطوا عليهم مزيان، يعني كنبسطوهم بهذا الشكل هذا كيف ما هو واضح، وغير بسطوهم مزيان يعني ما تخافوش تقولوا انهم يجيو رقاق ولا شي حاجه هكذا، يعني حيت ضروري ملي كيختمروا كينتفخوا، كذلك ملي كيدخلوا الفرن كيزيدوا ينتفخوا اكثر، يعني غير بسطوهم مزيان كيف ما هو واضح. وكيف كتلاحظوا معايا العجين كامله منبله كيف ما هو واضح في الصوره، يعني ناجحه 100%. ما عليكم غير تطبقوا الوصفه كيف ما هي بالنسبه للمبتدئات، وغادي تنجح معكم اكيد. بعد كندهنوهم بالخليط اللي عملنا ديال الصفار البيضاء وقليل من الحليب وكذلك قطره ديال الخل وقهوه سريعه الذوبان. صافي كنخلطوهم وكندهنوا بهم على هذا الشكل هذا كيف ما هو واضح. من الاحسن تدهنوهم في الاول يعني قبل ما يختمروا، حيت الا خليتوهم حتى اختمروا عاد دهنتوهم يعني غادي يهبطوا معكم، يعني غادي تفشوا. من الاحسن دهنوهم يعني كتبسطوهم دهنوهم وخليهم يختمروا مزيان. صافي هنا من بعد ما ساليت الدهين ديالهم ديال الكريسات مباشره غادي نزينهم بالسمسم على السطح ديالهم هكذا. صافي كنزينوهم ومباشره كنخليهم يختمروا لينا على خاطرهم حتى كيختمروا لينا، وكندخلوهم الفرن. وبالنسبه للفرن يعني انا عندي فرن ديال الغاز كنشعل عليه لتحت، كنقصلو النار كنخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا لنا من تحت، وكنشعلوا عليهم من الفوق وكنخليوهم يتحمروا لينا وياخذوا لينا اللون الذهبي. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكريسات اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم، وتكون الوصفه واضحه وتنجح معكم. وكيف كتلاحظوا راه كيجيو خفافين بزاف ومحشوين بالشوكولا اللي كيحبوا جميع الوليدات. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناه، وكذلك تبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم وحبابكم. شكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في امان الله.